السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا لعيبة عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب. النهارده هنتكلم عن ملخص سريع للي حصل في الدوري الانجليزي وفي الدوريات التانية. قبل ما نبدأ طبعا ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم على الاحتلال بنصر قريب ان شاء الله. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس يوصلك فيديوهاتنا اول باول. معاكم محمود عبد الرحمن ويلا بينا نبدأ الحلقة. في البدايه حابين نتكلم عن مباراه ليفربول وكريستال بالاس. طبعا ليفربول ما ينفعش يكسب ماتش في الطبيعي كده، ما ينفعش يعني عادي يدخل قدام كريستال بالاس اللي بيعاني في الفتره الاخيره مع روي هودسون. لا، لازم نعمل شويه سسبنس، لازم كده كام هجمه خطيره من كريستال بالاس. يعني انا فاكر هجمه خطيره من كريستال بالاس شالها اليسون بيكر، بعد كده ضربه جزاء لولا ستر ربنا ان الحكم رجع حسبها فاول على ويل هيوز، كان زمانهم متاخرين في النتيجه. ولكن ملحوقه كده كده، بيلبسوا ضربه جزاء تانية بيسجلها ماتيتا عادي جدا. ولكن ليفربول خلاص لبسنا الهدف الاول، خلاص مفيش مشكله، نبتدي بقى نلعب. ولكن يعني كان حظهم حلو شويه بان الحكم طرد جوردان ايو بعد تدخل كده في نص الملعب عشان يوقف هجمه مرتده كان على هارفي اليوت على ما اعتقد، او كورتيس جونز، اعتقد كان هارفي اليوت. تم طرد جوردان ايو وبعد كده ليفربول خلاص بقى بداوا ان هم يمسكوا الملعب بالطول وبالعرض. محمد صلاح جون هدف ولا اروع. بصراحه اللي عجبني اكتر من الهدف ان كورتيس جونز في وسط الزحمه ما حبش ان هو يعني ياخد الكره لنفسه ويشوطها هو، لا بصاها لصلاح وصلاح حطها حلو جدا. وبعد كده بقى طبعا خلاص النتيجه بقت 1-1. ايه الوقت المفضل ليفربول بيحب يسجل فيه؟ بالظبط الدقيقه 90. خلاص كده الماتش بدأ بالنسبه لهم. هارفي اليوت تسديده من بره ال 18 في الزاويه الضيقه بتسكن الشباك بهدف ولا اروع. بصراحه هدف كان جميل جدا. وبيقدر ليفربول ان هو يكون على صداره البريمير ليج ويأمن على حظوظه في ان هو يبقى متصدر البريمير ليج. طبعا ده في حاله ان ارسنال يعني كانت المفروض تكسب استون فيلا النهارده، ولكن ده ما حصلش. تاني مباراه هنتكلم عنها النهارده هي مباراه مانشستر يونايتد قدام بورموث. انا كنت متخيل بعد الاداء الايجابي اللي مانشستر يونايتد عملوه قصاد تشيلسي ان هم كسبوهم 2-1 بهدفين لسكوت ماكتوميني، كنت متخيل ان خلاص إيريك تين هاج لقى التوليفه بتاعته في نص الملعب وقدر ان هو يرجع للاداءات الايجابيه مره اخرى. طبعا بعد ما جارناتشو خد افضل هدف في شهر نوفمبر وهاري ماجواير خد افضل لاعب في شهر نوفمبر، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي بصراحه. وإيريك تين هاج خد افضل مدرب في شهر نوفمبر في البريمير ليج. فانا كنت متخيل ان خلاص بقى دي يعني بدايه، بقى بدايه الانطلاقه بقى. يعني انا مستني بقى إيريك تين هاج بقى له هو تاني موسم ليه في البريمير ليج، انا مستني بقى، مستني الانتفاضه، مستني الانطلاقه، مستني اي حاجه. انا لسه ما شفتش اي حاجه لمانشستر يونايتد. يعني لحد دلوقتي لسه الاداء مش افضل حاجه. اكتر حد يلام على اللي بيحصل في مانشستر يونايتد طبعا هو إيريك تين هاج. يعني انا نفسي ارجع اشوف مانشستر يونايتد المخيف بتاع زمان. يعني نفسي ارجع، يعني خلاص اللي هو انت مستني ماتش مانشستر، انت بتفكر مانشستر هيكسب كام، ولكن بعد الاداء اللي انت بتشوفه ده انا بصراحه مش عارف هل ممكن نرجع نشوف مانشستر يونايتد بتاع ايام السير اليكس فيرجسون مره تانية ولا لا. اخر ماتش هنتكلم عنه في البريمير ليج النهارده هو مباراه ارسنال قدام استون فيلا. الحقيقه يعني ارسنال يعني كانت رايحه الفيلا بارك وانا كان عندي احساس ان الماتش ده مش هيبقى سهل، خصوصا ان اوناي ايمري عامل اداء رائع مع استون فيلا وخصوصا على ارضه في الفيلا بارك. تاني حاجه بقى ان اوناي ايمري بيحب يستنى ارسنال عشان يعكن عليهم. يعني حتى اليوروبا ليج اللي خسروا لهم ده وهو مدرب وهو بيلعب ضدهم، يعني خسرهم يوروبا ليج مع فيا ريال وخسرهم يوروبا ليج وهو بيلعب معاهم قدام تشيلسي في 2019. فانا مش فاهم اوناي ايمري ده عايز ايه من ارسنال بصراحه. يعني ليهم حق جمهور ارسنال يكرهه، يعني انت عايز ايه؟ يعني هو ماشي اوناي ايمري يعني قدر يكسب السيتي الجوله اللي فاتت باكتساح. يعني مانشستر سيتي طول ال 90 دقيقه ما عملوش غير هجمتين. انت متخيل السيتي ما عملش غير هجمتين بس، الاثنين على التارجت قدام استون فيلا، واستون فيلا عامله 22 هجمه. انت متخيل؟ طبعا في سته منهم على التارجت وسبعه بره التارجت، بس ما علينا. يعني استون فيلا راحوا ب 22 كره على مانشستر سيتي والسيتي راحوا بكورتين بس. نرجع لمباراه ارسنال. طبعا هدف في الدقيقه 7 من ماجن، وبعد كده استون فيلا يعني مش عايز اقول بتمارس الكلاحه الكرويه، ولكن هم عرفوا ان هم يطلعوا بالمكسب. وطبعا استون فيلا خدموا ليفربول خدمه عمرهم. ليفربول دلوقتي متصدر البريمير ليج يحلق وحيدا في صداره الدوري. كان نفسي ارسنال تكسب، كان نفسي اشوف النتائج الايجابيه بتاعت ارتيتا والشغل الكويس اللي بيعمله يكمل، لان بصراحه ارتيتا عامل شغل محترم مع ارسنال يعني. بس مش مشكله، يعني كل جواد كبوه، ويعني خلي البريمير ليج كده يحلو يعني.
وطبعا معنى كده ان المباراه اللي جايه ما بين ارسنال وليفربول هتبقى مباراه حلوه جدا، حتى لو كانت ليفربول خسرت او ارسنال كسب مش هتفرق، برضه هي مباراه حلوه وكلنا نستناها. فيعني هارد لك لارسنال، وبصراحه كنت اتمنى ان هم يعني يعدوا استون فيلا ويكملوا في النتائج الايجابيه مره تانية. نيجي بقى لاكتر ماتش ضحكني الجوله دي، وهو ماتش بايرن ميونخ قدام اينتراخت فرانكفورت. يعني انا دايما كده بايرن ميونخ كل موسم او كل موسمين كده لازم ليه مباراه قدام اينتراخت فرانكفورت ويشيل فيها خمسه. يعني 2019 الكلام ده حصل، اقالوا كوفاتش وجابوا هانز فليك، وكان موسم الكورونا وبايرن ميونخ خد كل الجوائز بعدها. يعني لعل تكون دي انطلاقه بايرن ميونخ، يعني برضه في سنتها كان معاه توتنهام في المجموعه، فريق انجليزي، النهارده معاه مانشستر يونايتد برضه فريق انجليزي. فيعني هنشوف هل بايرن ميونخ هتبقى اللي حصل. طبعا انا اللي بسطني في الماتش ده كله طبعا هو تالق ولدنا عمر مرموش، بصراحه كان عامل اداء ولا اروع. يعني جاب هدف واسيست، كان ممكن يعني يكون هو اصلا اللي يجيب الهدف الخامس، بس مش مشكله، يعني يحسب له ان هو قدام بطل الدوري الالماني 10 مرات على التوالي قدر ان هو يقدم الاداء ده، وقدام حارس عملاق زي مانويل نوير. كده كده بايرن ميونخ عادي كل موسم ممكن يخسر مثلا بخمسه او باربعه من اي فريق في البوندسليجا، ولكن بايرن ميونخ معروف عنه الاستمراريه، وان هو بعد كده بيكسب البوندسليجا ايا كان مستوى الخصوم قدامه، هو كده كده عارف بيكسب البوندسليجا ازاي. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده يا لعيبه. ان شاء الله باذن الله استنونا في حلقات تانية، ان شاء الله باذن الله يبقى في حلقات عن الفانتزي، ويبقى في ملخصات للدوريات، وهنحاول يبقى في ملخصات لماتشات دوري ابطال اوروبا. ما تنساش في اخر الحلقه تعمل لايك وسبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده مع برنامج اللعيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.